أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. الضريبة اتجاه معروف منذ قديم الزمان في معظم الدول العالم، فعندما تكون الظروف المادية للخزانة على غير ما يرام يقعد رجال السياسة والاقتصاد يفكروا ازاي يسدوا هذا العجز وملء خزانة الدولة. طيب يفكروا ليه ويجهدوا نفسهم ليه؟ والحل بسيط ومعروف، هو فرض ضريبة جديدة. لكن يا ترى ايه الضريبة اللي هيفرضوها؟ يا سيدي مش مهم، كل شيء يمكن ان يفرض عليه ضريبة. ففرضت ضريبة على الهواء، وضريبة على تربية الدقن، وضريبة على البرنيطة، وضريبة على العزوبية، وغيرها وغيرها من الضرائب العجيبة والغريبة. مش بس كده، ده بعض الدول عجبتها الفكرة فقلدت بعضها بفرض نفس الضرائب على شعبها. المهم الشعب عمل ايه وتصرف ازاي؟ تعالوا احكي لكم. نتكلم عن ضريبة القبعة. كان لمعظم رجال شعوب العالم نوع من أغطية الرأس، تختلف من دولة لأخرى، تعبر عن مكانة الفرد، ومنها مكان يعبر عن هويته ومهنته داخل مجتمعه. وكان معظم الشعوب الغربية القبعات هي أغطية رأس الرجال، اللي هي زي ما احنا عارفين البرانيط. المهم في عام 1784 فرضت بريطانيا ضريبة على القبعات، وكانت الضريبة تدفع عن كل قبعة يمتلكها الفرد، فكانوا يختموا القبعة التي تم دفع الضريبة عنها كي لا يتم دفع هذه الضريبة مرة أخرى على نفس القبعة. وللتهرب من دفع القبعة توقف الكثير من الرجال عن لبس القبعات، ومنهم من وضع على رأسه الشعر المستعار اللي هي الباروكة، ومنهم من قام بتزوير الختم الضريبي. فعممت السلطات الضريبة على أي شيء يرتديه الرجال على رؤوسهم، حتى الشعر المستعار. بمرور الزمن لم يعد عدم دفع ضريبة القبعة جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن الذين قاموا بتزوير الختم الضريبي على القبعات كان يتم معاقبتهم بعقوبة تصل للإعدام. نيجي للضريبة اللي بعد كده، ضريبة الأبواب والنوافذ. في عام 1695 كانت الظروف المادية للخزانة في بريطانيا على غير ما يرام، فقعد رجال السياسة والاقتصاد يفكروا ازاي يسدوا هذا العجز. الحل زي ما قلنا قبل كده معروف، هو فرض ضريبة جديدة. فجت لهم فكرة جهنمية انهم يفرضوا ضريبة على الشبابيك والنوافذ، حيث يقوم المواطن الانجليزي بدفع مبلغ من المال بعدد النوافذ الموجودة في منزله. وبرضه لجأ المواطنين لوسيلة للتهرب من الضريبة دي قدر الإمكان، فلجأوا إلى سد نوافذ منازلهم والاكتفاء ببابا واحدة ونافذة واحدة مهما اتسع المنزل. لكن أصبحت المنازل تفتقر للتهوية والإضاءة الكافية، ففرض هذه الضريبة تسبب في مشاكل صحية للعديد من السكان، فسرعان ما انتشرت الأمراض والعدوى بين ساكنيها، خاصة مرض السل والتيفود والجدري والكوليرا. وعبر الروائي الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز عن استيائه من هذه الضريبة قائلا: أصبحت مقولة مجانا كالهواء مقولة غير قابلة للتطبيق في بلدنا، فلا الهواء ولا الضوء أصبحوا مجانيين بعد فرض ضريبة النوافذ، فقد أصبحنا ملزمين بدفع ثمن أمور تقدمها الطبيعة لنا بسخاء
ومجانا للجميع لأكثر أساسيات الحياة ضرورة: الهواء والضوء. وقد توقف العمل بتلك الضريبة في عام 1851. مش بس بريطانيا اللي فرضت الضريبة دي، ده كمان فرنسا قلدت بريطانيا. ففي عام 1798 فرضت فرنسا ضريبة النوافذ والأبواب على الفرنسيين لإعادة ملء خزينة البلاد. واستمرت الضريبة في فرنسا لأكثر من 125 عام، حيث توقفت عام 1926، وأدت برضه لنفس النتائج من سد الشبابيك وانتشار الأمراض. وفي الحقيقة فكرة الضريبة على الأبواب والنوافذ فكرة تاريخية قديمة جدا من زمان قوي. ففي القرن الأول قبل الميلاد فرض دكتاتور روما يوليوس قيصر ضريبة على سكان روما بدفع مبالغ مالية مقابل امتلاكهم لأبواب بمنازلهم. يعني الضريبة البريطانية والفرنسية فكرة قديمة، ولكن في شكل معاصر من ضريبة يوليوس قيصر. نيجي للضريبة اللي بعد كده، وهي الضريبة على تربية الدقن. زي ما احنا عارفين ان شعر الوجه اللي بنسميها اللحية او الدقن كان قديما عند اغلب الشعوب رمزا للمكانة. ومما يذكر ان الملك هنري الثامن ملك انجلترا عام 1535 قرر فرض ضريبة على تربية الدقن، فكان الشعب الإنجليزي أول من فرضت عليه تلك الضريبة. إلا أن الملك هنري الثامن قرر فيما بعد إلغاؤها، ولكن يذكر أنه أعيد العمل بها على يد ابنته الملكة إليزابيث الأولى، التي وجدت أن أي لحية تنمو لأكثر من أسبوعين يجب أن تخضع للضريبة. أما في روسيا ففي عهد القيصر الروسي بطرس الأكبر كان قد قام برحلة دبلوماسية ما بين عامي 1697 و 1698 زار فيها العديد من دول أوروبا زي هولندا وروسيا وبروسيا وإنجلترا وغيرهم. وتأثر بطرس بالتقدم الكبير الذي تمتعت به هذه الدول مقارنة بوطنه روسيا، فحاول تغيير مظهر الروسيين لجعلهم مشابهين لسكان أوروبا الغربية، ومنها حلاقة اللحية، وسعى جاهدا لإجبار رعيته على حلقها. ففي خلال إحدى الاجتماعات قام بشيء غريب جدا، حيث سحب موس حلاقة وقام بحلق لحية عدد من الحاضرين، كان من ضمنهم أحد كبار جنرالاته ورجال الدين. والإجبار رعيته على حلق لحاهم فرض القيصر الروسي ضريبة اللحية بجميع المدن، وبسبب ذلك اضطر كل من حافظ على لحيته لدفع ضريبة باهظة لخزينة الدولة مقابل الحفاظ على اللحية. وللتأكد من تطبيق القانون كان رجال شرطة القيصر الروسي يلفون بأحياء المدن الروسية وحلقوا باستخدام القوة لحية كل شخص امتنع عن دفع الضريبة. ضريبة العزوبية. عندما تولى أغسطس قيصر أول إمبراطور روماني للإمبراطورية الرومانية خلال الفترة من سنة 27 قبل الميلاد حتى وفاته في 14 ميلادية، أراد استغلال تظاهره بالتقوى والصلاح الديني لترسيخ قواعد حكمه، ففرض على العزاب البالغين من العمر 38 عاما أو أكثر ضريبة العزوبية والامتناع عن الزواج، وجعلهم من المنبوذين إلى جانب منعهم من حضور المباريات والأحداث العامة. كما منع أيضا فكرة الزواج دون إنجاب، فكان يكافئ العائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر، خاصة الذكور. وعلى مر التاريخ
أخذت إنجلترا نفس الفكرة، ففرضت ضريبة مماثلة في عام 1695. ففرض البرلمان الإنجليزي ضرائب على العزاب ممن تزيد أعمارهم عن 25 عاما، والأرامل اللائي ليس لديهن أطفال. ده مش بس كده، ده الاتحاد السوفيتي عجبته الفكرة، ففي عام 1941 فرض الاتحاد السوفيتي ضرائب على العزاب والعائلات الصغيرة في محاولة لمكافحة تدهور التركيبة السكانية، واستمرت إلى عام 1990. نيجي بقى لآخر ضريبة في الفيديو ده، اللي هي ضريبة الطوب. ففي عام 1784 كانت بريطانيا في حاجة ضرورية للفلوس للمساعدة في تمويل الحرب ضد الثوار الأمريكيين. وزي ما قلنا إن الحل بسيط ومعروف، هو فرض ضريبة جديدة. لكن ضريبة على إيه يا ترى؟ نطت في ذهنهم فكرة، وهي ضريبة على الطوب. فالطوب أساسي لا غنى عنه في أعمال التشييد والبناء، ففرضت ضريبة على الطوب، وكانت الضريبة تؤخذ على كل طوبة. وليقلل الناس من قيمة الضرائب المدفوعة، لجأوا لاستخدام طوب كبير الحجم بدلا من صغير الحجم لتقليل عدد الطوب، وبالتالي تقليل تكلفة الضريبة. وحتى اليوم يمكن رؤية مباني تاريخية في بريطانيا مبنية بطوب كبير الحجم. أصدقائي، مش بس دي أعجب وأغرب الضرائب في العالم اللي عرفها التاريخ، هناك ضرائب أخرى كتيرة قوي، زي ضريبة الظل وضريبة الشمس والضريبة على غير المدخنين وغيرها وغيرها وغيرها. ده اللي هنعرفه في فيديو قادم بإذن الله.